مرحبا اهلا وسهلا بكم في قناه البنينه. ان شاء الله راكم كامل بخير. اليوم ان شاء الله نبارطاجو كيف هاد لي كرواسون صالي ولا كرواسون مالح، روعه وخفيف وبنين وسهل التحضير بقياس القبلي. بديت بسم الله ندير الحشو. درت اون اسكالوب دو بولي، 2 ملاعق زيت، دهنتها بلا موطارد. كنت درت زوج، وحده درتها للطعام تاع البارح. درت بصله صغيره، فص ثوم، ملح، فلفل كحل مع ربع فلفل حمراء. درت 2 ملاعق ماء وطابو، طفيت عليه قطعته صغير. هنا نروحوا ندير العجينه كرواسون مالح نتاعنا. درت كوبلي تاع حليب ما يعادل 100 غرام، ملعقه صغيره تاع سكر، وملعقه صغيره قهوه تاع خميره الخبز ولا فوريه. نخلط الخميره، درت 4 غرامات فوريه، والسكر درت 5 غرام. هنا غربلت 4 كوبليات 70 غرام الواحد. اونتو درت 280، وجدت 280 بلوتو تاع فرينه ولا طحين ابيض. درت واحد الكوبلي 70 غرام مغربل، ونخلط هكذا حتى يتجانس مع هذاك الحليب. نغطيه نخليه يتفاعل ويخمر. جي في ان لو 20 10 مينوت ولا 10 دقائق. بقيه الفرينه ولا 210 غرام. درت 6 غرامات ملح، 9 غرامات تاع الزيت ولا ملعقه اكل. وهنا عندي 25 زبده ولا مارغرين بحراره الغرفه. ودرت ملعقه صغيره تاع قهوه تاع الخل. وهنا زدت في الأخير 4 غرامات تاع خميرة الحلويات اللي غربلت لها pour que ça fasse pas des petits grumeaux. العجينة تجي مليحة. هنا إذا بسست هذا المقادير. نرفض ابخي 10 مينوت دو طون هذاك الخليط اللي خمر. ندير له نص حبة بيض. البيضة تاعي تازن 40 غرام، درت 20 غرام. والبقية البيض نتاعي بعد ما خفقته نخليه ندهن به. جو في باديجوني افيك لي كرواسون فوري او بولي صالي نتاعنا. هاوليك نخلط هكذا جوست كيلكو سكوند ولا 2 3 سكوند، وندير هذيك كمية الفرينة والمقادير اللي بسسناها. كيف نخلط بالملعقة بهذا الشكل. ومن بعد هنا إلا جاتكم شربة الفرينة تاعكم، أنا تاعي جات لي سوا مقادير مضبوطة. عطيتها لكم بالملعقة والقبلي. تقيدوا برك الطريقة والمقادير راح تنجحوا فيهم إن شاء الله. يجيكم بالك أحسن من هذا. هنا خلطت، نحيت ليكسيدون دو بات في يدي بالملعقة، غسلت يدي. ومن بعد درت لا بات سور لو بلان دو ترافاي. نعجنها ولا جو بيتري ما بات ا كرواسون سالي جوست 4 3 مينوت دو طون. هنا إذا بعد ما عجنت العجينة نتاعي 4 5 دقائق، نليسي الوجه تاعها فقط تجي طرية وحنينة وسهلة. سهلة التحضير بالفرينة، ما فيهاش العجن. نقسمها على 3 بول ايدونتيك. إلا حبيتو ديروا ميزان تخرجوهم كيف ديروا، أنا ما درتش. تجيكم واحد 100 وسي حاجة وغرام هكذاك، 100 كيلكو غرام. ومن بعد هنا درتهم دي بول، نغطيهم يرتاحوا 7 دقائق 7 مينوت دو طون باش يسهلوا في الخدمه. ومن بعد هذيك العجينه تعطي الطوع. بعد ما غطيتهم اذا درت كميه قليله تاع معجون الفراوله، جا رائع. وقيله واحد 150 غرام فقط. جيم بيان افيك دي تارتين افيك دو بان غريي او بور، خير من الحلوى صراحه. جا روعه، كميه قليله جوست ليا فقط باش ما نحطوش لا في المجمد لا والو. هنا نكملوا اذا لي كرواسون تاعنا صالي. خديت لابول ندردر كميات قليله تاع نشا ونحلها دائريه بسمك رقيق، والقطر 25 26 سنتيمتر. هاوديك التريبي هذاك هو يهرب، انا نتبع فيه. سمحوا لي فقط جي با انكور اشتي ان نوفو تريبي، ما غادي من فاسيليت با لا تاش دو تو، ما يساعدنيش في الخدمه. هنا دوبت شويه مارغرين التوريق 35 غرام، قيس ملعقه معمره شويه. ندردر ولا نحط هذيك لا مارغرين، نحل الثانيه لابول بنفس القطر وبنفس السمك et vice versa. Je continue à badigeonner ou à étaler la margarine de feuilletage من الفوق، ونزيد الثالثة. تجيكم سهلة كيما عجينة البقلاوة. ومن بعد نحلها رقيقة كبيرة. جي في دائرة كبيرة، والله ما على بالي شحال القطر نتاعها، سمحوا لي برك. كيما راكم تشوفوا على الصورة نقلبها، ومن بعد نزيد نحلها بالحلال، ومن بعد نقسمها على 8 بالطريقة اللي راكم تشوفوا فيها. أنا هذاك التريبي هو يهرب وأنا نتبع فيه. أوغوزمون عندي هذه الخشبة، جي با أسي، ما عنديش الإمكانيات باش نخدم. هذيك هي برك، سمحوا لي فقط نخدم افيك لي مويان كيا ابور. قسمتها مثلثات بهذه الطريقة، ونجبد شوية عجينة رائعة. خلوها برك تريح. الحشو هذاك برد،
إلا تحبّوا تزيدوا له زيتون أخضر وجبن. أنا ما درتلوش زيتون أخضر، درت جبن هذا المربّع ودرت شوية تاع جبن مبشور. بهذه الطريقة نجبدها، نوري لكم هذه، نجبدها هكذا وندير الحشو نبلعها. طريقة سهلة كوم دي كرواسون، مي هاذو ما تجبدوهمش بزاف كيما لي كرواسون. لي كرواسون أو بور حلوين، لا سي اون اوتر، سي كومبليتمون وصفة وحدوخرى. نبلعهم هكذا وندور ونجبد شوية. رقوا العجينة تاعكم فقط وما تخافوهاش، خلوها برك نأكد ونعاود تريح. هنا بعد ما فاصونيت هذو ندير معاكم وحدوخرى بنفس الطريقة. نرقق العجينة تاعي، ندير الحشو، ندير لو فرomاج غابي اي لو فرomاج بلون ولا اي حشو تحبوا، بصح هذا يجيكم سوا لي 8 حبات كرواسون صالي بقياس القبلي. وندور ونسويها. vous allez avoir une très jolie forme de croissant تجي شابة. ولا ديروهم كيما درت انا على ضربة، حليت 4 الاخرين باش نعطيكم فكرة. نديرهم بنفس الطريقة، نحطهم نخليهم يخمروا بعد ما نغطيهم بطرشون بروبر. شعلت الفرن على 190 درجة يسخن مليح، ومن بعد نهبطوا على 170. دهنتهم بهذاك الصفر بهذيك النص البيضة اللي بقى، درت الجلجلة هذا اختياري، درت لها هذاك الصفر البيض، درت له قطرات تاع قهوة ونحطهم يطيبوا، ياخذوا واحد 20 à 25 مينوت دو طون، 25 دقيقة على 170 درجة، فرن مسخن على 190. هامليك شوفوا لا كولور هذيك الذهبية الرائعة والشكل الجميل نتاعهم والبنة، صدقوني روعة. تمنيت لو كان نذوقكم. يجوا نوعا ما مقرمشين، سي با ان فيوتاج ا 100% اللي درنا، بصح خفاف مقرمشين شوية وحشو بنين، يسون جولي وبنان روعة. صدقوني نعطيكم وصفاتي بكل مصداقية. وتعاليق هذوك السلبيه كيماش حطيت سور لا ديرنيير فيديو ابروبو دو مي غاتو تراديسيونيل. يا خويا اللي ما يحبش وصفاتي روح الله يسهل عليه، سي با لابي. انا مانيش نزعف ولا سمحوا لي، فقط راني صريح معكم. اللي كاين في قلبي وفي فمي نظركم صراحه العسيله ثقيله والله. غير العسيله اللي درت معاكم نسيت برك ما صورت قعدت هي صدقوني، والله غير هي. شوفوا اذا الكرواسون تاعي هاوليك مورق وبنين روعة. إلى راكم صايمين هذه الأيامات نقول لكم صيامكم مقبول. كنا درناها بقياس القبلي تاعنا 8 حبات فقط، والله غير تجربوهم وتدعوا لي بالخير. واسمحوا لي إلى قلقتكم شوية بالشكايات انتاعي، عذروني فقط، والله غير يغذني الحال ساعات، برسك ندير بكل قلبي بكل نية وكل مصداقية. هذه هي. إذن إن شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها. أقول لكم إلى اللقاء مع وصفة جديدة إن شاء الله.